ناس المحور الغربي اللي عندهم 3 أيام حيخوضوا المعركة ورا معركة. تمام؟ اليوم خدنا معركة شرس جدا، معركة ما سهل، معركة ميليشيا الجنجويد مخطط له حكاية أسبوع من زمن كانت المشتركة مشوا جبل مون لحد الآن. ميليشيا الجنجويد يخطط ويحشد عشان يحزم الناس ديل، عشان يحزم المشتركة الموجودين في المكان ده. حصل شنو؟ بأنه يا أخي كلكم بتعلموا يوم أمس في معركة، تمام، وهزمت فيه الميليشيا الجنجويد وجرح منه القادات وأسرنا منهم الجنود وشلنا منهم إيتات الحربي. تاني الليلة عدونا دعم، تاني جخم تقيل ده بتاع الليلة ده، خليه ساكت زيه زي بتاع البارة ده، بس زيه زي البارة وزيه زي شنو حمرة الشيخ. اقسم بالله عربات زخاير إيتات حربي فل. ما نحن من زمان نفتش في الشغل ده ذاته. أول حاجة نديكم بالتفاصيل بسيط. ميليشيا الجنجويد الشخص اللي شايفينه ده جبل مون طبعا مهدي ده لواء في داخل الدعم السري، لواء مهدي، لواء خلا طبعا، لواء في داخل الدعم السري. طيب مهدي ده الشخص الوحيد اللي كانت عنده تحالف مع عباس جبل مون، وهم الاثنين ديل قادات كبار في دارفور تابعين لابناء جبل مون، ما مشكله ولا بينتمي لابناء جبل مون، لكن المهم. طيب الدعم السري طبعا بيخطط الخطه بتاعت الدعم السري بانه انتوا يا ناس ابناء جبل مون في المنطقه ده، انتوا بتعرفوا المناطق ده، انتوا ابناء المنطقه ده، لازم انتوا تحرروا المنطقه ده. ايوه رسل اخونا ده مهدي، قال له مهدي انت هتسحب لناس المشترك ديل الموجودين في محل بيرسليبه ديل والموجودين تجاه الحدود مع جبل مرفعين والمع الكلبس هنا ده محل ده تمسحوا انت تغطي عليهم ونحن نديك الجنود. الفارجه الله جعلك قنوه، الله جعله زورك لواء في داخل الدعم السري. ما يجي ادريس حسن، ما يجي موسى امبيلو، ما له رسلوك انت، ما انت ما فلنقاي حقهم، ما حتى يتعشف. يعني هم ما يرسلوا قاداتهم، لواء من قاداتهم ما يرسلوك، يرسلوك انت عشان تجي تتجخم. تعشف بدا. ده يقول له شنو؟ طيب الان عندكم عربات استلمناه ونضيف، الان نحن استلمنا العربات وخدنا به المعركه في نفس المكان، شباب شرسين جدا، والفيديوهات منتشره في الجروبات وفي الفيس. ما عايز بان انا اجيب فيديو اقول لكم نحن استلمنا عربات، استلمنا ايتات حربي، استلمنا الوقود، استلمنا كل شيء فل، ما عندنا مشكله ثانيه. ايوه ده نعمه من الله. انا لما ننتصر في المعركه يا جماعه الحرب عند المشتركه، انا بوري لكم كل السودانيين عارفين بانه حربنا نحن في داخل وفي الخارج حربنا زي ده، بس اي مكان مشتركه في الكردفان نفس المعركه، مشتركه في العاصمه، في امدرمان، في ون ايفا، في اي مكان نفس المشترك اللي يقاتل في المحور الغربي زي ما بيقاتل في الكردفان، زي ما بيقاتل في جبال النوبه. شوف يا ناس نحن كمشتركه ما عندنا مجامله، دخلنا ندختك مره واحد بس فجخ تقيل مره واحد. ايوه خاصة العربات بتاع الليلة ده كمان جديد عربات نف، عربات امبارح اللي جابوهم نزلوهم جنينة وقالوا شباب هاي انتوا ناس جنينة استلموا العربات. يعني انت عربات والله دي خريب خلاص، عربات كرتي كرتونة ذخيرة آليات حربية. يا اخي ده امداد اللي نحن بنبحث عنه ذاته، زي ما مسكنا الامداد في كردفان نفس الامداد اللي جابوه صلمونا له. امس استلمنا امس وجخمنا قادات، تمام، القائد الكبير دارين نجخمه اصابه في يده امس، ده معركه امس اكبر قائد عندهم، انا ما اقدر نذكر اسمه، كلكم عارفين انه القائد ده اسمه منو، تمام، انجخم في يده وفي كراعه، تمام، وفي صفه شالوا جرو ودوا اسقفه، هسه بخطوا هناك بيحببوا، تعرفوا اسمه طبعا. ذاك هناك قالوا اسمع جيبوا ده يا اخي، جيبوا ده وسلموا العربات وقول له عرايا زول وشجعوه خلاص. انت عارف الليله فيك كم قائد انجخمت ورا زول ده؟
في كم خايد الليله انجخمت من نخيب تمام لملازم اول يا ظل ما تسهل. نحن شغلنا فاخر من الاخير كده نجيبها ننظف لك نسلمك. ما عندنا هزار في المكان ده. اي لواء عميد فريق قاد توجهنا في المعركه ما عندنا مشكله. ما عندنا مشكله نهائي، ما عندنا مشكله نخوض معك وبسلمك الارض ما عندي مشكله معك. ايوه هم جايين تحشيش، هنا ما تحشيش. لا 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 لا، هنا مكان بلي انا ادقك وافتكك وانتصر عليك واسلمك طوالي. تسمع في بورسودان هناك بيسيو القوات شعب المسلحه زائد المشتركه زائد المقاومه الشعبيه تمام، يقول لك انتصر رفع التمام. نرفع تمام بقائد كبير، ما بنرفع تمام بزول بوغو بوغو ساكت. لا 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 لا، تمام بحاجه كبير. ما تجي تقول لي والله العظيم ده جاهم مسيره ولا جاوا لا، ما في دقش بدقش. رايكم شنو بدا؟ تاني في حاجه تاني جاي ورا ولا بدنا نمشي ننوم؟ اذا في حاجه جايه في القلب ورونا، ونحن عندنا قوه موجود في الدبه، عندنا قوه موجود في الصحراء، عندنا قوه موجود في اي مكان، عندنا قوات موجود. انا تكلمت قلت لكم بدل ما نحن نخوض اي معركه من ناحيه المحور الغربي ناس المحور الشرقي يتحركوا. نحن لما نخوض معركه في المحور الغربي نحن ناس محور شنو؟ ناس كردفان يتقدموا. ده فرصه. عشان كده هم خايفين، عشان كده هم الميليشيات الجنجويد الان بيخاف، بانه والله يا اخي نحن لو مشينا الناس ديل هم هسه ما بيقدروا بيمشوا. زي ما انا قلت لكم اذا ما قدروا يوقفوا المحور الغربي ده ما بيقدروا بيمشوا شرق، ما بيقدروا يمشوا الكردفان، لانه ده خطير جدا، ده قريب جدا عن الدارفور. هسه هم يعني بيتحششوا والله العظيم نحن مسيطرين ونحن الان في موقع كده. يا اخي انا ما عندي مشكله انا ما عندي مشكله. انا جخمت مسكت عرباتك قاداتك، عندي اسرى، عندك امداد، انا جخمتك. الباقي سيجته، المشى الجنيره مشى، المشى الزعلينجه مشى سيج. طيب تحشيش في الميديا؟ لا لا، تحشيش في الميديا دي ايزي جدا. يتحششوا طوالي. الميليشيا الجنجويد في اي مكان هنا وصل يرفع لك الفيديوهات. يا جماعه دقوا الشير اكتبوا لي الجيش في اي مكان هي تصل. اهم حاجه يطلوا الفيديوهات. الله اكبر ونحن الان انتصرنا، الله اكبر نحن في جبل مونج، الله اكبر ونحن اتقدمنا، نحن في بير سليبه، الله اكبر ونحن في السلعيه، الله اكبر. ارفعوا الفيديوهات بشويه. واتس هابين وبعد ذلك هسه بيجيبوا لكم في الميديا بعد الليله ما بيتكلموا نخليهم لبكره ولا بعد. تعالي تسمع العربات ما بتصل، نحن مسكنا عربات، قادات الجخم، امداد فل، ولسه نحن نمشي. زي ما انا اتكلمت قبل كده نحن كان محور الغربي. يا جماعه دقوا الشير الله يبدا. كبسوا تكبيس، كبسوا جيش، اكتبوا لي الجيش، خلينا نمشي جيش مشتركه. طيب نحن كان في محور الغربي ما نثبت، اتفقنا بانه نحن من هنا وقدام ما نخوض طايه بانه ميليشيا الجنجويد يجي يكشف عليك. تمام؟ ما نثبت بانه نخوض مكان معين عشان ميليشيا الجنجويد يجي يكشف علي انا. تمام؟ ويمشي يد الاستخبارات بتاعه عشان يجيني عشان دار يدق فيني صندوق. لا 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 لا، نحن نقيل في مكان هنعصبي في مكان، نعصبي في مكان هنقيل في مكان، نقيل في مكان هنبيت في مكان أخر. ايوه كده تلقى مشتركه قدامك اي تواجبها معركه بعد شويتين تلقى في مشتركه جات من القلب، في مشتركه جات من ناحيه الشمال تجري ناحيه الجنوب اي براك تثبت. نحن نعمل لك كده، نحن معركتنا كده واضح وسريع ما بنخشك. عشان كده اي ميليشي مشيت قلت داك العضو نحن عندنا جاهز في حاجه بيجيك من هنا جاهز ده نلمك توالي. بس شغلنا كده نقفل كده ودقوا لما يقولوا بس هم الناس اللي جو ايوه كشف ايوه دلاك ايوه اضرب. طبعا اول حاجه بيجوا بحماس عالي جدا شباب فل بحماس. ده المستنفرين يا ابوي، ده المستنفرين زي ما قال قائد من القادات الدامسري قال لك ده الناس لابسين بنات بنطلون ونازل ده ما بيشاكلوا جابوا مستنفرين المستنفرين سلموا العربات وفاتوا جابوا مستنفرين. يعني انت قال المستنفرين ده بيقاتلوا؟ كمية المستنفرين ده ما بيقاتلوا، ده اللي بيقاتلوا كان في كردفان. انتوا انتصرتوا. ادين كده انا بوريكم
الناس زي انا دل ما بيقاتلوا لك، لا لا لا، انتوا دقستوا. يعني ترسلوا لنا قائد مننا نحن، ترسلوا لنا قائد مننا نحن. الجنود الاجباري كده دربتم جبتم، يعني تركبون في العربات تجيبون. زول عمره يوم ما دق سلاح تجيبوه في المعركه. ده يقاتل كيف ذاته عشان انت تنتصر، عشان انت دايرين تحكم البلد. يعني البلد دي دايرين تحكمها بس بشويه القروش، بشويه الناس المعجورين. الزول المعجور ما بيقاتل. جيبوا لنا دراجة صباح وميسا قاعدين ناس يا اخي ادوني اسمه صباح وميسا قاعد في ولايه جنوب دارفور بيتكلم في اليوم برفع 10 فيديوهات. ده ادوني اسمه يا اخي. محمد شنو؟ محمد الزين ود السميح ولا بنادم منو؟ جيبوا لنا الناس المضاف ده، جيبوا لنا محمد الزين ده، جيبوه في المقدمه. يوم ما لقيته ضارب خرطوش ذاته في المعركه، فيديو يوم ما رفعوا من المعركه صباح وميسا في اليوم برفع لنا 10 فيديو. جيبوا ده في المعركه. ها؟ والله لازم نحن قاعدين يا القائد محمد لا ولا قائد محمد حمدان دقل ولا كلام فارغ ولا بتيح. دعكوا الناس المشتركه ده هنا قريب، تمام؟ ما تقعد تتحشش، تحشيش ما في. قاعد في النهايه. انا شفتها في اليوم برفع 10 فيديو. محمد اسمه محمد منو؟ محمد الزين ود السميح. تحشيش نظيف بفلفل في شعره وقاعد. لا 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 يا اخوي، في ناس بيموتوا. ده اللواء الليله مات، ده اللواء ومش لواء واحد، ده ماتوا اكثر من 8 قائد الليله. ها؟ ايوه 8 قائد الليله ماتوا. رايكم شنو في الكلام ده؟ 8 قادات انجموا امداد فل. تاني عندكم منو قائد دارين تجيبوا لنا بكره ترسلوا لنا منو؟ حاجه لا في كنا من الكذب. عشان كده انا اتمم بطونكم ذاته. دقيقه بس، انا شفت ما عندي لكم حاجه عشان نوريكم ذاته كويس. تعرفوا الشخص ده؟ تعرفوا ده؟ كده دقوا شير. بتعرفوا الشخصيات دي؟ اي مكان تمشوا تجوا الدعم السريع تجوا ترقوا في المكان ده. والله تلفوا وتجوا. قلت لكم، وانا الكلام ده ما قلته الليله. الله يفهمني بجد يا جماعه، انا الكلام ده ما قلته الليله، من زمان وريتكم. تلفوا وتجوا، هتجوا توقفوا ورا الزول ده. ايوه ما عندكم مفر تاني. جد ناس الدعم السريع، جد قبائل العربيه، جد الروح، جد ابناء الدارفور، جد الماشيين ورا الدعم السريع كلكم تجوا توقفوا هنا. ما عندكم مكان تاني. الناس تكبس، ما عندكم مفر. ايوه ده اب الروحي لابناء دارفور اللي كانت هو الانسان الوحيد اشار سلاح. خطه موسى هلال كانت، اجرمت موسى هلال كانت، لكن الان لما القوات المسلحه فتح عليه وقال له خلاص انت لما خلدت ورجعت تعال قنب. هسه قاعد هنا جندت. هسه الان موسى هلال جندت. ايوه زعلانين زعل. وكلهم زي ما النرقوب قال، تمام؟ قال الاب الروحي لابناء المحاميد. صح؟ هاي كلامه صح. ما في شيخ الليله في دارفور بكون صوته اعلى من موسى هلال. ما في من الادارات الاهليه الليله صوته اعلى من موسى هلال. ما في. ما تقولوا لي كلام ده. لا 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 ما في. وزمان انا اتكلمت، لما اتكلمت قلت عليكم تلفوا السماء والارض تدقوا الدنيا دي كله، في النهايه الدعامه بيسلموا تحت من؟ تحت هذا الكائن ده. سافرنا سلم تحت هذا الكائن، النرقوب سلم تحت هذا الكائن، في عشرات الملايين من القادات سلموا تحت. صح؟ ايوه صح الثوري. ايوه صح الثوري. ايوه الناس اللي بدقوا باللي قاعدين هنا اساسا راقد. هسه انا اقول لكم ما جابهم. طب منو ببلغ في اللايف يا جماعه؟ في ناس بيبلغوا في اللايف.